التوفيق. صباح الخير يا أمي العزيزة. صباح النور يا ليدي. يعني ايه اتأخرتي في النوم النهارده؟ أما كنت بحلم حتة حلم جميل النهارده، ولولا دوشة كاسيوس ما كنتش عايزة أصحى منه أبدا. لازم كنتي بتفكري في عريس جميل. عريس إيه يا أمي بس؟ يا سلام، ده انت عريسك لازم يكون جميل زي الآلهة. هو في كام ليديا في قيصرية؟ صدقيني يا أمي أنا عمري ما خطر على بالي اللي أنت بتفكري فيه ده. يعني عايزة تفهميني إن في بنت في سنك ده ما بتفكرش في الجواز؟ طب إيه رأيك إن شفت نفسي لابسة أبيض في أبيض وطايرة في الهوا زي الحمام؟ ما هو ده بقى يا حبيبتي طب الفرح. طولي بالك يا أمي بس أما أحكيهولك. سيدتي الفطار جاهز. أهو أنت كده دايما يا كاسيوس، قطعت عليا الحلم الجميل وقطعت على أمي سماعه. خلاص بقى يا حبيبتي روحي افطري وبعدين اسمع منك الحلم الجميل ده. استنى يا كاسيوس، انا عايزاك. الورقه دي مكتوب فيها كل اسامي المزارعين اللي ما دفعوش الايجار الشهر ده. انا عايزاك تروح لهم وتقول لهم طبعا اذا ما دفعوش هم عارفين كويس هيجرى لهم ايه. خد. سيدتي في ايه؟ خير. انا مش شايفه ليديا. هي الدنيا ضلمه ولا ايه؟ انا مش شايفه. كاسيوس اهدي يا سيدتي اهدي. سيدتي ليديا الحقيقة. في إيه يا أمي؟ حصل إيه؟ انا مش شايفه يا ليديا. نور عينيا راح. انا تعبان. ما تقوليش كده يا أمي. ليديا روحي بسرعه هاتي الآلهة. انا عارفه ده اللي بسببه ده كله غضب الآلهة. روحي يا ليديا هاتي البخور. هاتي البخور. يا سيدي وربي يسوع المسيح، نور يا رب قلب سيدي وسيدتي فيرينيا وسيدتي ليديا بنور الإيمان. أيتها الآلهة العظيم اشفيني، رجعيني نور عليا وأنا أقدم لك الذبايح سنة كاملة. اهدي يا أمي، أنا بعت كاسيوس عشان ينده والدي. اظهر قوتك يا رب واشفيها بإيدك أنت عشان يعرف الكل إنك الإله الحقيقي. السلام لك أيها الرجل الصالح. السلام والفرح يا سيدي. قم واعمل معي اليوم واحد وسأعطيك أجرك. يا سيدي أنا معرفكش، أنت باين عليه غريب عن المدينة. إزاي أشتغل معاك وأنا عبد لصاحب البيت ده؟ اسمع أيها المحب للإله، إن جسدي في هذه المدينة وسوف تبنى فيها كنيسة باسمي، فعندما يبدأ النهار خذ آلة حفرك وسر إلى البيت المهدم هناك واحفر تحت الحائط القبلي، فستجد جسدي موضوع هناك ملفوف بثوب أبيض. أنا يا سيدي؟ نعم أنت. والآن سأعرفك من أنا. اسمي فيلوباتير ماركوريوس أبي سفين، روماني الجنس، ولدت عام 225 ميلادية. حتى قامت كل الدنيا
كسروا شعاع النور في عينيا. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكه ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور في عينيا. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكه ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور في عينيا. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكه ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور في عينيا. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكه ايديا، مهما دقت من العذاب بلقى قلبي في حبك داب. مهما دقت من العذاب بلقى قلبي في حبك داب. وإن ضعفت انت تقوي وترجع هدفي لو غاب، ولا صوتك بيناديني اسمعه يقوي يعنيني، ولا صوتك بيناديني اسمعه يقوي يعنيني، والأسف تاني في ايديا، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب. ألف 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 مبروك يا ستي، يتربى في عزكم. أهل الآلهة أهي استجابت لطلبك. جميل مش كده؟ الله، ده شبه الآلهة بالظبط. شكرا شكرا. ونويتوا بقى تسموه إيه؟ الحقيقة مش أنا اللي هسميه، اللي هيسميه جده. هو جده زمانه جاي، أهو جه هناك، هو اللي هيسميه. فين حفيدي؟ حفيدي اهو، ودي هديتك، هديتك يا حبيبي، حبيبي 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 احنا نشكر الآلهة انها وهبتنا طفل حلو زيي شبهي بالظبط. ويا ترى هتسميه إيه يا والدي؟ هسميه ايوه هسميه فيلوباتير. فيلوباتير؟ فيلوباتير يعني حبيب أبوه. أنا عمري في حياتي من يوم ما اتولدت ما شربت زي ما شربت النهارده. فرحان يا والدي؟ فرحان؟ إيه اللي فرحان؟ ده أنا فرحان أوي أوي عشان الآلهة وهبتنا طفل جميل، حفيدي يا حبيبي وطلع شبهي وبيحمل اسمي قبل ما اموت. العمر الطويل ليك يا والدي. شكرا للآلهة.
اسمع يا ابني، حضر نفسك عشان احنا بكره هنطلع نصطاد، وكل اللي احنا هنصطاده هنقدمه للآلهة في معبد الشرقي. وانا بيتهيألي ان انا هصطاد للواد حفيدي اتقال ان انا هصطاد له غزلتين بسهم واحد. انت بتلعب في ودنك ليه؟ ولا حاجه يا ولد. عشان انا احسن واحد بيصطاد بسهم واحد. امرك يا ولد. وما تنساش تتمم على سهامك وسيوفك ورماحك خيولك بالذات لازم تتمم عليها. تقلقش يا والدي، كل شيء هيكون جاهز. وما تنساش كمان تماثيل الآلهة. اطمئن يا والدي. ايوه كده كويس. وما تنساش تبص لي حفيدي الصبح بدري تبعت لي العبد الاسود هو اللي يصحيني، وإياك تبعت لي التاني ابو وش احمر ده عشان انا مش بحبه، بتشائم. انت سامعني؟ اطمئن يا والدي. طيب عشان بتشائم لما بشوفه. لا اطمئن. طيب ما تتأخرش علينا. هو انا اقدر اتاخر عليكي وعلى فلوكاتير؟ سيدي جولديانوس. نعم خير. سيدي الكبير في انتظارك. حاضر. اسمع من ياس، طول فتره غيابي مش عايز عينيك تبعد عني، مش عايز اي شكوى. انا روحي فداهم يا سيدي. انا بطمن. تروح وترجع لنا بالسلامة. رعاتك الآلهة يا سيدي. انا بيتهيألي ان المكان ده ملغم بالغزلان. لا انا يتهيألي المكان ده كان مرعى للبقر الوحشي. لا ده مكرم بالغزلان، لان انا وانا صغير قبل انت ما تتولد انا كنت باجي اصطاد هنا اهو. ايه مالك انت بترش في ودنك ليه؟ كنت باجي اصطاد هنا اهو، اشوف الغزاله من دول المحها، انا المح بس الغزاله وبالسهم بتاعي ده يروح طالع، الغزاله تجري والسهم يجري وراها، الغزاله تجري السهم يجري وراها، يطلع من يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، لغايه اما يخلص على القطيع كله. انت بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا السهم يخلص على القطيع ويرجع لي انا تاني. اهو هو ده السهم، هو ده اللي بيعمل كل حاجه. تتكلم ازاي؟ ده انتوا جيل تعبان. انت ايه بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا تعبان شويه. سلامتك. سيدي. ايوه نصبنا الشباك. كويس ان كنتوا نصبتوا الشباك. يلا بينا عشان نراقب الشباك. يلا انت بتهرش في ودنك كده ليه؟ انت يا ابني حطيتوا الاجراس؟ كل شيء تمام يا سيدي. طيب ادخل بقى هات لي السيف بتاعي عشان انا مبسوط منك. امرك يا سيدي. ادخل اصل انا احب اصطاد بالسيف، ما احبش اصطاد بالسهم عشان السهم ده وحش مش بيعمل حاجه. انا هشتغل بالرمح. لا انا بقى هشتغل سيف. خلاص اشتغل بالسيف. انت بتاخدني على قد عقلي؟ يا اله الصيد العظيم، احسن صيدنا لنقدمه ضحيه لك يا اله الصيد العظيم. يلا عشان اسندك. قوم انت تعبان، ده انتوا جيل تعبان. يلا
جورديانوس، يقول لك الرب يسوع المسيح: أنا هو الرب الذي أحبك، خالق السماء والأرض والبحار وكل ما فيها. أنا عارف أعمالك واستقامة قلبك، لهذا أعلمك إني أبغض عبادة الأوثان مصنوعات الأيادي، وإني أخبرك أن نسلك ولدك يكون مثل حجر الجوهر الذي يضيء بالنهار والليل، وبسببه تتبارك أنت وزوجتك، لأني وهبته لا أن يؤمن بي فقط، بل أن يتألم من أجل اسمي. سيدي سيدي، أنت بخير؟ شكر للآلهة. سيدي مش عارف إذا كنا نعزيك ولا نهنيك يا سيدي. ما تبكيش يا سارس، كان لازم يحصل كده. الله خالق السماء والأرض أراد عشان يفتح علي عن حاجات كتيرة كانت غايبة عني. شكرا للرب، شكرا للرب، شكرا للرب. يظهر ان الخضة أثرت عليه. فين والدي؟ وحش كبير ظهر وخطفه واختفى. اسمعوا، لموا أدواتكم، هنرجع ونرحل. أمرك يا سيدي، بس يا ريت نسجد الآلهة اللي أنقذتك. آلهة إيه يا ابني؟ دي شوية أوثان صنعوا. أنا سمعته، والشخص اللي كلمني طمني عليك، وأنا دلوقتي بس آمنت إن النعمة اللي إحنا نلناها بسبب إله المسيحيين، الإله الحقيقي. جورديانوس، قم الآن وخذ امرأتك وابنك واذهب إلى أسقف المدينة وأعلن إيمانك ليتم عمادك، لتنال أنت وعائلتك نعمة الرب. من النهارده يا جورديانوس، بعد ما نلت نعمة المعمودية وتناولت انت وعائلتك من الأسرار المقدسة، بقى اسمك نوح، وده الاسم اللي أنا عمدتك بيه. أما أنت فسفينة، أما فيلوباتير فأنا عمدته باسم فيلوباتير. دوموا على الاعتراف والتناول والصلاة. أنا عارف إن فيلوباتير معناه حبيب أبوه السماوي، لكن إيه معنى نوح وسفينة؟ نوح يا ابني نبي من أنبياء الله، بيه وبولاده وبزوجته تأسس العالم. بعد الله ما أعلن غضبه على شرور الإنسان ونزل الطوفان، واتفتحت طاقات السماء 40 يوم و40 ليلة. أما السفينة فهي سفينة النجاة، ودي رمز للكنيسة المنتصرة. ضعوا أمامكم المحبة في كل تعاملاتكم، حتى مع عبدة الأوثان. حبوا كل الناس حسب وصية سيدنا وربنا يسوع المسيح. يعني ايه الذبايح ناصر؟ ايه؟ خلاص خلصت؟ يا مولاي، الصياد المسؤول عن الذبايح اعتنق المسيحية. ها، صياد الذبائح اعتنق المسيحية، شيء جميل. انتم اكيد اتجننتم. يا مولاي، الاشاعات مالية المدينة كلها. يعني قصدك تقول ان الراجل ده فضل المسيحية عن تجارته الرابحة؟ يا مولاي، الجماعة دول يفضلوا يموتوا من الجوع على انهم ينكروا المصلوب. المصلوب، دايما المصلوب المصلوب. وانتم فايدتكم ايه؟ ها؟ مش قادرين تجبروهم على ترك العقيدة دي؟ يا مولاي، العقيدة دي عقيدة سحرية، ليها طقوسها وطلاسمها، واحنا رجال حرب مش رجال سحر. رجال حرب، هو ده اللي انا دايما باخده منكم. رجال حرب، رجال حرب، رجال حرب تحاربوهم. اسمع، انت تذهب دلوقتي فورا وتجيب لي متعهد الصيد ده هنا حالا، مفهوم؟ امر مولاي. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم
إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء. انت لسه ما نمتش؟ كنت بصلي. فيلوباتير نام؟ ايوه. وانت ما نمتيش ليه؟ الحقيقه انا قلقانه. من ايه؟ من اصحابك اللي زاروك الصبح. خايفة لا يوصل للوالي خبر إيماني بالمسيح؟ ما تخافيش، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. والاسبوع اللي فات اشتريت نمر افريقي من اشرس انواع النمور. اعتقد يا مولاي ده اللي بيطلقوا عليه اسم الببر. لا يا عزيزي، الببر ده من فصيلة تانية. لكن ايه مولاي؟ ايه في ايه؟ جورديانوس يا سيدي الوالي. ماله؟ قبضنا عليهم منتظرين امرك. هاتوه هنا. ومين جورديانوس ده؟ ده اعظم صياد وحوش ومورد حيوانات هنا في الولاية. طب قبضوا عليه ليه؟ اكيد غشاش. ابدا، لا غشاش ولا حرامي، انما اعتنق المسيحيه. وايه اللي يخلي صياد وحوش يعتنق المسيحيه؟ انا سمعت ان معظم تلاميذ معلمهم كانوا صيادين فعلا، لكن كانوا صيادين سمك مش وحوش. ما تفرقش. سيدي الوالي، الاسير جورديانوس يا مولاي. ايه يا جورديانوس اللي سمعته دوت؟ خير يا مولاي. مولاك ايه بقى؟ ما خلاص بقالك ملك غيري. ديننا جناب الوالي بيدعونا لطاعة الملوك والأمراء والرؤساء، ومش بس كده، والصلاة من أجلهم. وبتصلوا لمين بقى؟ للرب. أي رب؟ المصلوب؟ النجار؟ تصوروا يا جماعة إن رب الجماعة دول نجار اتهم وحكم عليه وصلبوه كمان. يا سيدي الوالي، أنا ما بنكرش إن إلهي وسيدي يبقى المسيح. ماله؟ كان نجار وكان فقير وصلب على خشبة. كل المعلومات اللي انتوا قلتوها عنه حقيقية، ولكن اللي انتوا ما تعرفوهوش ليه اتولد فقير وليه صلب ومات على الصليب. نفسي اعرف ليه اله يتولد فقير؟ عشان يعلمنا التواضع ايتها الاميرة. التواضع؟ التواضع. وايه مسألة الصلب دي؟ مسألة الصلب مسألة فداء. فداء مين؟ فداء البشر، كل البشر. يفديهم بايه؟ وليه؟ اظن يا سيدي مهما كانت الديانة اللي بتدين بيها الخلق صفة الآلهة. من هنا هبدأ معاك الحوار. عندما خلق الله الإنسان على صورته ومثاله وضعه في جنة عدن وأمره أن يأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة. كمل لما نشوف آخرتها. لكن الشيطان أغرى المرأة. لا، ده انت زودتها قوي. أرجوكي كمل. أغرى المرأة بإيه؟ بأن تأكل وتعطي رجلها من هذه الشجرة. عملية تمرد يعني. بالعصيان يا سيدي الوالي. هي فعلا عملية عصيان. لما الإمبراطور يقرر عدم اعتناق المسيحية ويحرم هذا الدين ويجي واحد زيك انت يعتنقه، تسمي ده ايه؟ سيدي الوالي أنا عصيان، مش كده؟ انت حكمت على نفسك يا جورديانوس بالعصيان، وانت عارف حكم العصيان كويس. يقبض على عائلة هذا الرجل وتلقى معه في السجن حتى الموت. ياه، الليل جميل قوي، بيوحي بأجمل عبارات الحب. أكيد إن الإلهة ديانا فردت توبها الأزرق على الكون. إيه؟ مالك يا مولاي؟ لا، مفيش إزاي؟ أنت مش معايا خالص. تفتكر إزاي واحد زي جورديانوس يرضى إنه يتقبض عليه هو وعائلته ويترمي في السجن؟ مش بس كده، لا، تتصادر كل أمواله
علشان دين الناصري؟ يا مولاي ما تشغلش بالك بالجماعة دول. شايف الجو الجميل ده؟ لابد ان الدين ده فيه حاجة بتخليهم يضحوا بكل شيء من اجله. ايه ده؟ في حاجة يا مولاي؟ انتي مش سامعة حاجة؟ اسمعي كده. مش سامعة غير صوت خرير المياه. لا لا لا، انا قصدي صوت الغنى. في صوت جميل بيغني. يا مولاي ده صوت قلبي وقلبك. صوت الليل اللي احنا فيه هو اللي بيصور لك انك بتسمع الموسيقى والغنى ده. انا بقى كده اطمنت انك فعلا بتحبني. انا بتكلم جد. اسمعي، الصوت ده جاي من هنا، من ناحية معسكر الجنود. فعلا. مش قلتلك؟ ده الصوت ده جاي من ناحية السجن. معقولة؟ معقولة المساجين بتغني؟ تعالي نشوف فيه ايه. مولاي ولي، ايه؟ في ايه يا عم؟ جورديانوس وعائلته في السجن يا مولاي. ايه؟ عاملين حفلة؟ من وقت ما قبضنا عليهم وهم عمالين يغنوا اناشيد دينية والناس اللي حواليهم عمالين يغنوا معاهم. وانت ما عرفتوش يسكتوهم؟ كل ما نيجي نقرب منهم رجلينا تتسمر مكانها يا مولاي. ايه النور ده؟ صحيح، ايه النور ده؟ ده زي ما يكون في واحد معاهم بيحرسهم وبينور لهم. مش معقول، دي زوجة جورديانوس؟ دي جميلة جدا. خسارة في الموت. اتفضل يا مولاي. ما يصحش الولي يقف يتفرج على ناس محكوم عليها بالإعدام. اترك جورديانوس، اترك جورديانوس، اترك جورديانوس، اترك جورديانوس. جورديانوس، أرجو إنك تصفح عني. يا مولاي، سبق وقلت لجلالتك إن ديننا أمورنا بطاعة الملوك والأمراء والرؤساء والولاء ليهم. صدقني مولاي، إحنا المسيحيين بنحب كل الناس، ما نكرهش حد أبدا. ده اللي أنا حسيته وأخبرت بيه. جورديانوس، أنا هعوضك عن كل ما لحق بك من إهانات، وده تم بالفعل. اقرأ ما كتبت. أمرنا نحن والي سكيتوس بتولية جورديانوس على المقاطعة الشمالية وخلع لقب أمير عليه هو وعائلته، ورد جميع أمواله وأملاكه وعبيده، وتقديم وافر الاحترام لهم من رعيته وجنوده، واعتباره ممثلا شخصيا لي في المقاطعة. امضاء والي سكيتوس العظيم. يا مولاي، أنا أشكرك على كرمك، ولكن أنا عايز تصحيح بسيط. تصحيح إيه؟ نعم إذا سمح مولاي. أسمح، اتكلم. التصحيح في الاسم فقط. أنا أخطأت في اسمك؟ لا مولاي، جورديانوس ده اسم القديم، ولكن بعد إيماني أصبح اسم نوح. هذا أفضل، لكي ينسى الشعب اسم جورديانوس. صحح الاسم.
في شيء بيني وبينك مش هذكره في الوثيقة، وهو أن لك أن تعبد إلهك أنت وعائلتك كيفما شئت. يا والدي عاوز أسأل سؤال. قول يا فلوباتير. صحيح بيتحول الخبز والخمر في القداس لجسد الرب ودمه؟ ايوه يا ابني، ده سر من اسرار الكنيسه اللي اسسه الرب يوم خميس العهد. فاكر الرب قال ايه؟ اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال خذوا كله هذا هو جسدي. ثم اخذ الكأس وشكر وبارك واعطاهم فشربوا منها كلهم، ثم قال لهم هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين. ده سر عظيم من أسرار الكنيسة. عارف عددهم كام يا فلوباتير؟ أيوة 7 أسرار. سيد الأمير فلوباتير، صديقك الأمير روسوس ينتظرك بالحديقة. اسمح لي يا والدي. اتفضل. هات شوف تعالى ورايا. حاضر يا سيدي. عايش تتمرنوا كويس عشان لما تكبروا تمسكوا ده. عظيم جدا يا فلوباتير. بس هو خدني على اخواني. اثناء المبارزه لابد انك انت تكون منتبه لكل حركات خصمك. كفايه شرب بقى، انا عمري ما شفتك بتسكر بالشكل ده. ولسه ياما هنشرب. قصدك ايه؟ الشيء اللي مجنني اني انا بونتيوس بافيوس قائد جيوش المقاطعه دي كلها، والوحيد اللي يستحق انه يحكم الولايه كلها، يستبعدني الوالي ويجي الامير نوح يعينه بدالي انا. سيد القائد اهدى، مش كده. تفتكر بذمتك انت تفتكر انه اكفأ مني؟ ها؟ انت كفايه شرب بقى، انت كده بتضر نفسك. نفسي اعرف الوالي ليه عمل كده، مين هو الامير نوح ده عشان يعينه مكاني في المنصب اللي كافحت طول عمري عشانه، طول عمري. انا بكرهه. طب اهدى، انت سكران، قوم ارتاح. نفسي ارتاح. رسالة من الوالي يا مولاي. الوالي بيأمرنا بالتوجه فورا للبربر ومحاربتهم حتى النصر. فلنشكر الرب على انتصارنا على البربر، واشكركم جميعا على ما اظهرتموه من بسالة ونضال اثناء المعركة. والان فلنستعد جميعا للعودة الى الاهل والاحباب. طبعا المجد ده هيتنسب له، واكيد الوالي هيعليه. يبقى حانت اللحظة المناسبة، واحنا كلنا معاك. أكد على رجالتك.
حصل؟ لازم الأمير نوح يموت، لازم أقضي عليه هو وجنوده وأتوالي على المقاطعة. تؤمر بحاجة تانية؟ أيوه، الخطة اتغيرت. ازاي؟ احنا مش هنهجم عليه وهو في خيمته، انما أوعز الشيطان لبونتوس أن يراقب هو وفرقته جورديانوس وجنوده ليقتلوه، وذلك لحقدهم عليه لانتصاره على البربر. لكن الله خلصه من يد بونتوس، ولكنه وقع في يد ملك البربر. ازاي ده حصل؟ كمين من البربر يا مولاي قضى عليه هو وجنوده انتقاما لهزيمتهم. انتوا كنتوا فين؟ للأسف يا مولاي، على ما وصلنا لميدان المعركة كان الأمير نوح وكل جنوده قضي عليهم. أبلغ الأميرة سفينة زوجته بالخبر، وتولى أنت حكم المقاطعة على ألا تمس عائلته بسوء. أنا بحذرك، بلغها أعزائي. أمرك يا مولاي. فلترحم الآلهة روح الأمير نوح. دي أكبر فرصة ليا إني أستولى على قلب الأميرة سفينة وأتجوزها. إلهي وسيدي يسوع المسيح، لقد كنت دائما بجانبي، نصرتني في الحرب على البربر. أنا أعلم أنك لن تتركني ولن تسلمني من يد أعدائي، لأني أثق من مراحمك، وأعلم أن هذا الذي حدث هو من حقد البشر، من حقد الشيطان. نجني يا رب، نجني وأعني، نجني يا رب من هذه أعدائي. لقد سمع الرب لصوت صلاتك وأرسلني كي يطمئن قلبك أن الرب يسوع المسيح إلهك لن يتركك وسوف ينجيك. افتحوا الباب، فكوا القيود. انت مين يا راجل انت؟ ومين الراجل اللي كان منور معاك في السجن ده؟ ده ملاك أرسلها الرب ليحميني. يحميك؟ تعال معايا لما تشوف حكايتك ايه وحكاية الملاك بتاعك. تعال. تخاف لأني معك. القائد بونتوس. مولاتي الأميرة، يبلغك الوالي العظيم بوفاة زوجك في ساحة الشرف ويرسل لك تعزية، ويبلغك أيضا يا مولاتي العظيمة أن جميع حقوقكم وألقابكم لن يمسها إنسان، إكراما لذكرى زوجك الأمير نوح الشجاع. مولاتي، شوف يا عم نوح، انت النهارده ضيف، يعني انت معزز مكرم، والقصر كله تحت امرك، خد راحتك على الاخر. عايز اقول لك حاجه كمان، العبيد دول كلهم تحت امرك.
يعني تعتبر ان هم جدك. كشوار يعني انت هنا راجل ايه؟ معرفك مقرب. كل اللي حواليك دول كلهم بقى ايه؟ بتوع كنتم. خدت بالك؟ وكل شيء تطلبه اي شيء مجاب. شكرا ايها الملك. عظيمه هي وعودك يا رب. سيدة السفينة، في ايه يا كلوديوس؟ لو سمحتي عايزة اكلمك في حاجة مهمة. في ايه؟ في حاجة حصلت لفلوباتير؟ لا فلوباتير بخير الحمد لله. امال في ايه؟ قلقتني. الوالي يا مولاتي في الطريق ليكي عشان ياخدك لقصره. ليه؟ انا ما اشتكيتش. وانت عرفت ازاي؟ سمعت يا مولاتي. سمعت ايه؟ قول بسرعة. سمعت انه عايز يرفعك جنبه على كرسي الولاية. يعني ايه؟ عايز يتجوزك يا مولاتي. وهو فين دلوقتي؟ في نص الطريق تقريبا وهيوصل مع دخول الليل. يبقى لازم نتصرف بسرعة. اشكرك يا كلوديوس. لازم نشوف اي طريقة للهرب. انا جهزت كل حاجة يا مولاتي، يا ريت تاخدي كل حاجة من ذهب وجوهرات، اي حاجة تحتاجيها في رغبتك حالا. وعندما حضر الوالي إلى قصر نوح لم يجد سفينة وابنها، وأبلغه الخادم الأمين أنها في أيامها الأخيرة قد حطمها الحزن على فراق زوجها الأمير نوح، فقررت ترك القصر ولا أحد يعلم مكانها. فما كان من الوالي إلا أنه تأسف عليها وعلى ما أصابها. سيدي الملك، الأمير نوح على الباب. سيدي الملك، أطال الله في عمرك. تعال جنب هنا يا امير نوح، تعال جنب. أبقاك الله لشعبك أيها الملك. ايه يا امير نوح؟ تعال جنب الاكل. نعم يا سيدي. اتكلم يا سامع، قول. سيدي الملك، أنا بقالي سنة و5 أشهر في ضيافة الملك العظيم، واشتقت لزوجتي وابني، ولو ما تكملش يا امير نوح. انا فهمت انت عايز تقول ايه. لك ما تريد. ولو ان ده هيحرمني من وجودك جنبي. أرجو إن مولاي يسمح لي بتبديل الملابس دي والبس ملابس العسكرية لحسن ما يعرفونيش. ده اللي حصل لي يا أبانا، وهي دي حكايتي. وانت قاعدة فين دلوقتي يا بنتي؟ في فندق الغرب. ده اللي قرب النهر؟ أيوة يا أبانا. يا ريت يا أبانا أبقى من شعبك وتقبل تاخد اعترافاتي أنا وفلوباتير. إن شاء الله يا بنتي، ربنا دبر أمورك. المفاجأة أسلجت صدري يا أمير نوح. أنا كمان كنت مشتاق لرؤية جنابك أيها الوالي العظيم، لكن زوجتي وابني حصل لهم إيه؟ يا أمير نوح، زي ما قلت لك بالظبط، هو ده اللي حصل. الخدم بيقولوا إن صحتها تعبت في الأيام الأخيرة، وحالتها النفسية كانت صعبة جدا، ومحدش يعرف يا ترى هي راحت فين ولا الأمير فلوباتير راح فين. لا يا أمير نوح، مين عارف؟ مش يمكن لو عرفت إنك لسه على قيد الحياة ترجع لك؟ يا مولاي اسمع يا أمير نوح، أنا طبعا عارف إن أنت السبب في انتصارنا على البربر، لكن أرجو إنك تغفر لي. في غيابك يا أمير نوح كان لازم يكون في حد موجود والي على المقاطعة، أنا عرفت يا مولاي، وربنا يسامح الجميع. يا أمير نوح، أنا هوليك على مقاطعة على حدود بلاد الروم، إيه رأيك؟ اللي يؤمر بيه مولاي. ومرت السنين
أصبح فيها قديسنا شابا يافعا. وقد أحسنت أمه سفينة تربيته التربية الدينية الصالحة. سيدي يسوع المسيح، أعني على خدمتك، وضع في قلبي محبتك، واجعلني من قطيع، ولا تسلمني لمؤامرات الشيطان ولا لإغراءات عدو الخير التي يزينها للشباب في مثل سني. وارحمني وارحم روح والدي نوح، وحافظ على أمي سفينة، فأنت ربي وإلهي ومخلصي. واسمعني يا سيدي حينما أقول لك بكل شكر: يا أبانا الذي بك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح. يا أبانا، في حلم دايما بيتكرر عليا من بعد ما فقدت زوجتي وابني. بشوف نفسي وقدامي خبز وخمر، وبشم ريحة جميلة جدا صعبة منهم. يا ابني، أنا شايف إن السماء عايزة تعلن لك إن ابنك وزوجتك على قيد الحياة، ولابد إن عناية الله هتدبر لقائكم. يا ريت يا أبانا، يا ريت. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. صلي من أجلي يا أبانا، صلي من أجلي. ربنا يباركك. يا أمير نوح، بقالك مدة كبيرة وأنت على الحالة دي. مش عارف كنت نفسي، الحلم ده بيتكرر عليا كتير، مش عايز يسيبني أبدا. مش أبونا الأسقف فسرهولك؟ أيوه، فانسى ما حصلش حاجة. أنا شايف إن أعصابك تعبانة شوية اليومين دول يا أمير نوح. إيه رأيك لو تخرج تصيد السمك من البحيرة بكرة؟ فعلا عندك حق. عموما على البحيرة فندق جميل جدا اسمه فندق الغرباء، نحجز فيه ونقضي هناك يومين. الأمير نوح ما كانش عنده حظ النهارده، اصطاد سمكة واحدة بس. يا سيد، وانا في سنك كنت بصطاد وحوش، لكن اعمل ايه؟ اصل كده مع السمك. أمي خير؟ اسمع يا فروباتير، في أمير بيزور الفندق وأنا شفته في الحديقة. أنا عايزاك يا ابني تقابله. خير يا أمي. البس يا ابني لبس الجندية واركب الحصان اللي تحت وتقدم ليه واديله التحية. ليه يا أمي؟ ربما يا ابني يضمك لجنوده وتصبح ضابط من ضباطه. أنا أؤمن أن الله هيعطيك نعمة قدامه. أمرك يا أمي. أنت مين أمرك تركب حصان الأمير؟ انت جبت اللبس ده منين؟ وايه اللي راكبك الحصان ده؟ انت مين؟ يا سيدي الأمير، أنا جندي وابن أمير، وأمي أيضا أميرة. ويا ترى تعرف تجيد فنون القتال؟ نعم يا مولاي. مولاي مولاي، انت مين؟ أنا أم. إحنا عيلة صغيرة. زوجي كان صياد وحوش، وأشرق علينا الرب بنور الإيمان فأصبحنا مسيحيين، وأعطاني الرب اسم سفينة، وأعطاه هو اسم نوح. أنا نوح يا زوجتي الحبيبة، أنا نوح. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. بصير ابني، والدي. وفدي يا يسوع المسيح، أشكر مراحمك، أشكر محبتك،
أشكر عنايتك، أشكرك يا رب أنك سمحت لي أن أعيش حتى ألتقي بزوجتي سفينة وابن الحبيب فلوباتير. أشكرك يا رب لأنك جعلتني ألتقي بزوجي نوح وأطمئن عليه، وأن يتعرف على ابننا فلوباتير. أعطنا يا رب أن نكون أبناء صالحين لك. أشكرك يا رب لأنك سمحت لي بعد هذه الفترة الطويلة أن ألتقي بوالدي الحبيب نوح ويتعرف علي وعلى والدتي سفينة. علمنا وارشدنا. معك لا أريد شيئا على الأرض، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. الحقيقة يا أميرة سفينة، رجوعك أنت والأمير فلوباتير رجع السعادة للأمير نوح ولينا كلنا. أشكرك. فعلا يا كونتيلوس عندك حق، رجوع زوجتي وابني أدخل البهجة لحياتي وللقصر بعد ما خيم عليه الحزن سنين. تسمحي لي يا سيدة الأميرة أقدم زوجتي وأولادي اللي جم مخصوص للتهنئة. وأنا أحب أتعرف عليهم. يسمح مولاي؟ خليهم يتفضلوا. زوجتي جوليانا، هيرمان، بيوباسا، كندور، آخر العنود. تشرفنا، احنا سعدنا بلقائكم. الحمد لله على سلامتك يا أميرة وسلامة الأمير فلوباتير. ما تتصوريش وقع الخبر الحلو ده كان على قلوبنا ازاي. حقيقي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أشكر شعاركم. وانت يا هيرمان؟ يا مولاتي أنا فرحان برجوعك أنت والأمير فلوباتير. أشكرك يا هيرمان، وأنا شايفة كده إنك هتكون فارس من الفرسان العظام. أنا خادم من الأمير نوح من رجاله. خلاص نعينك وزير. وانت يا فيبوسا؟ أنا سعيدة برجوع الأميرة والأمير فلوباتير. دي حاجة احنا كلنا شاعرين بيها، لكن أنا قصدي لما تكبري تحبي تبقي ايه؟ أبقى زي ماما. ست بيت يعني؟ وخادمة للرب. الرب معاك يا فيبوسا، داومي على الصلاة والصوم والتناول وأكيد الرب هيحقق لك كل مرادك. وانت بقى يا آخر العنقود؟ أنا عاوزة أبقى زي بابا. وزيرة يعني؟ عال، يبقى عندك 2 وزراء. الأمير من النهارده يا أمير فلوباتير انت قائد من قوادي، عايزك تتدرب على فنون الحرب والقتال لتصبح قائد الجيوش. أمرك يا ولدي. ها اسمح لي يا رب أن أحيا حياة الاستعداد الدائم لملاقاتك، حتى عندما أنتقل إليك أسمع صوتك الحنون: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، ادخل إلى فرح سيدك. ربي لاشتهاء أن أنطلق. وبعد نياحة الأمير نوح أصدر الوالي أوامره بتعيين القديس فيلوباتير قائدا من قواده، وذلك خلفا لوالده. ايه يا فاليريانوس، مفيش اخبار عن البربر دول؟ اطمئن،
بعهد ولايتكم يا مولاي كل شيء هينتظم. سيدي الامبراطور ديسيوس، في ايه؟ رسالة من الامير ماركوس. انتصار ساحق على البربر. شكرا للآلهة. خضيرة يا فاليريانوس. تعرفش هو دعانا للاجتماع ليه؟ يمكن يكون في اخبار مهمة. النهارده انا بزف لكم انا الامبراطور ديسيوس وشريكي في الحكم الامبراطور فاليريانوس خبر انتصار جيوش روما العظمى على جيوش البربر والقضاء عليهم تماما. النهارده أعدنا لروما مجدها العظيم. تحيا روما العظمى! تحيا روما العظمى! تحيا روما العظمى! ولقد اتخذت أنا وشريكي في الحكم الإمبراطور فاليريانوس قرار أرجو موافقتكم عليه. اجتازت روما العظمى محنة الحروب مع البربر، وقد ساعدتنا آلهتنا العظيمة في انتزاع النصر. لذلك أمرنا نحن بفتح أبواب المعابد في كل مدينة وكل بلد، كما أمرنا بعدم تواجد أي مسيحي والقضاء عليهم نهائيا، وعلى كل الشعب تقديم الذبائح، وكل من يرفض تقديم الذبائح والضحية لآلهتنا العظيمة يكون محكوما عليه بالموت. الإمبراطور ديسيوس والإمبراطور فاليريانوس. وافق. أنا سعيد بقراركم الحكيم. يكتب هذا المنشور ويوزع على موثق الإمبراطورية، وترسل صورة من هذا المنشور إلى جميع أنحاء الإمبراطورية. سيدي الامبراطور، القائد ماركوس. سيدي الامبراطور ديسيوس، سيدي الامبراطور فاليريانوس، السادة اعضاء مجلس الشيوخ، القائد ماركوس يقدم لكم سيف ملك البربر المهزوم، دليل على ولائنا للامبراطورية وللامبراطور. تقدم ايها القائد. تحيا روما العظمى! تحيا روما العظمى! تحيا روما العظمى! واحب اقدم لكم اكبر قوادي ومساعدي واللي كان سبب في النصر معانا، القائد ماركوريوس. أنا مسرور بلقائك يا ماركوريوس، فرحان قوي بكل اللي سمعته عنك. من دلوقتي أنت أحد قوادي العظماء، وأنا رقيتك إلى طبقة الأمراء. أشكر مولاي الإمبراطور على هذه الثقة الغالية. أشكركم جميعا. كنت بصلي لك طول فترة الحرب. الحقيقة يا أمي الحرب كانت صعبة قوي وقاسينا فيها كتير، ولكن الرب نصرنا. سمعت بالمنشور اللي أصدره الإمبراطور؟ سمعت يا أمي، ما تخافيش، ربنا مش هيتخلى عن أولاده. الدم يا ابني مغرق شوارع روما. الرب يجازي، يدافع عنكم وأنتم تصمتون. أنا خايفة يا ابني لو عرفوا إنك مسيحي. يا أمي لازم تعرفي إن سر انتصاري في الحرب هو تمسكي بالرب وصلاتي. في عز المعركة كنت برفع صوتي ليه، وكنت بشعر بإيده بتأيدني. ربنا معاك. ادخلوا قدامي! حرام عليكم كفاية، حرام عليكم، حرام! ايه في ايه؟ ماله ده؟ سيدي القائد، العبد ده ظبطناه وهو بيسرق من مطبخ سيدي. فكوه بره. حاضر يا سيدي. تعالى. حاضر يا سيدي. انت سرقت ليه؟ الجوع هدني يا سيدي. ليه؟ هو انتوا ما بتدلوش ياكل؟ بنديله 3 وجبات كل يوم يا سيدي. امال ايه حكايتك؟ انت مش عارف ان السرقة يعاقب عليها؟ عارف يا سيدي،
لكن أرجوك لا يحمى غضبك على عبدك. اتكلم، في ايه؟ دافع عن نفسك. أنا صحيح عبد عندك يا سيدي، لكن ليا أم مسني وإخواتي صغار وملهمش عائد غيري وعايشين خارج القصر، وكنت كل يوم لما اخد نصيبي من الأكل أحوشه وارميه لهم من فوق سور القصر، والنهارده لما اديته لهم جهد وسرقت عشان آكل. يعني عايز تفهمني انك بتحرم نفسك من الاكل عشان خاطر تعول امك واخواتك؟ عظيمه محبتك، لكن انت غلطان. غلطان يا سيدي وحرمت. كان لازم تبلغني وانا كنت هتصرف. في الحقيقه ما حبيتش اتقل عليك لان مشغولياتك كتير. روح هات اسرتك تعيش معايا في القصر وربنا يدبر كل شيء. بارك الله فيك يا سيدي الامير، بارك الله فيك يا سيدي الامير. تفتكر ان البربر هيسكتوا على الهزيمه دي؟ طبعا لا. لاحظ ان مش هيقدروا يقوموا جديده من تاني، هنهزمهم بقوه الالهه العظيمه. ما دام عندنا قوات مخلصين زي ماركوس وماركوريوس يبقى مش ممكن البربر هتقوم دوله ابدا. على شرف روما العظمى. اهلا اهلا يا ايه ما وحشتكش؟ اتفضلي. وحشتيني جدا جدا، بس اعمل ايه؟ الحرب خلصت. استاذن انا. مين الظابط ده؟ ده القائد ماركوريوس. خليك استاذن. خليك ما تستأذن. لونا بنت اختي، اجمل فتيات روما، القائد ماركوريوس. قائد صغير كده. القيادة مش سن يا سيدي. لونا، اسمي لونا يا ماركوريوس. ايوه يا ديسيوس. ماركوس تعالى 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 ماركوريوس. أرجوك يا سيدتي أنا لازم أمشي دلوقتي. ماركوريوس ما تنساش انت في حفل الامبراطور، ما تقدرش تنسى، يعني امرك للآلهة. اقعد يا ماركوريوس. انت مين؟ أنا فيلوباتير ماركوريوس، ابن الأمير نوح وقائد في الجيوش الإمبراطورية. انا ما شفتكش قبل كده. ما حصليش الشرف. وايه بقى حكاية ماركوريوس دي؟ الجنود اللي أطلقوا الاسم ده عليا في المعركة. ماركوريوس المنتصر؟ الحقيقة اللي يشوفك لازم يعجب بيك. انت مرتبط يا ماركوريوس؟ يعني بتحب؟ فعلا. وحبيبتك؟ حبيبتي ملهاش مثيل في العالم كله. ياه، اقدر اعرف اسمها؟ أفضل الاحتفاظ بيه لنفسي. طيب هي من البلد، من روما يعني؟ يجوز. لا ده انت باين عليك غويط قوي، بس مش على لونا. أرجوك يا سيدتي، أنت عايزة إيه مني بالظبط؟ عايزاك. وأنا ما أنفعلكيش. علشان حبيبتك؟ للدرجة دي انت مخلص لها؟ لا، عشان أنا مسيحي وديني ما بيسمحش بالعلاقات دي. مسيحي؟ أيوة. قائد من قواد الإمبراطور مسيحي؟ وأفخر إن أنا مسيحي. على العموم أيها المسيحي، لينا لقاء تاني. ماركوريوس تعالى عاوزك. ماركوريوس افتكر، بإيدي ممكن أدخلك السجن، وبإيدي دي برضو ممكن أرفعك. بس اعمل عليه. ماركوريوس تعالى عاوزك. كملوا التمرين لحد ما ارجع لكم.
خير، الامبراطور ديسيوس بعت طالب فرقتنا حالا. خد على قواد وجنود فرقة بارتيسيون الحضور فورا للانضمام إلى جيش روما العظيم لصد هجمات البربر عند وصول هذه الرسالة. الامبراطور ديسيوس. معنى الكلام ده ان احنا لازم نتحرك حالا. بلغ الجنود وهنستعد للرحيل مع اول شعاع للشمس. امرك. مرقريوس، تقدر تروح تودع والدتك قبل ما نمشي. خلاص مسافر بالسلامة. أيوة يا أمي، في الفجر. أرجوك يا أمي هوني عن نفسك. الرب يكون معاك. الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. نصيبك هو الرب، ينجيك من فم الأسود ومن إيدين أعدائك. أرجوك يا أمي، عايز أسافر وأنا مطمن عليك. سافر يا ابني بالسلام، سافر، ربنا ينصرك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اللهم التفت إلى معونة يا رب، أسرع وأعني، ليغزى ويخجل طالبه نفسي، وليرتد إلى الخلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، ليقل في كل حين محب خلاصك، ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلصي يا رب، فلا تبطل. يا سيدي أنا زاهد وتارك أمي بين يديك الحنون، احفظها يا رب من أيدي الحاقدين ومن مؤامرات الشيطان، وارفع شأن المسيحيين. أمين. ديسيوس، ترعاك الآلهة وترجع لي سالم المنصور. الامبراطور فاليريانوس هيقوم بأعمالي أثناء غيابي في المعركة. إذا احتجتي أي حاجة اطلبيها منه، ما تتردديش. رافقتك السلامة. فاليريانوس، كنا جايبين في سيرتك. شكرا يا مولاي. اطمئن، كل المؤامرات الداخلية اتقضى عليها، والأمن مستتب، والشعب كله بيقدم الذبائح. حتى المسيحيين لازم يقدموا ذبايح ويبخروا للآلهة. حارب انت البربر وانا هحارب المسيحيين واخلص لك عليهم. شكرا يا فاليريانوس. النهارده هزيمة البربر كانت سهلة جدا يا مولاي، والنصر عليهم كان بفضل تدبيرك وخططك. وبفضل قيادتك يا ماركوس انت وماركوريوس في خط الكتايب. بصوا يا ابطال، مع اول ضوء هندخل بالمجموعة الرابعة من هنا. رماة السهام هيكونوا مستنيين هنا. اما الفرسان بقيادتك يا ماركوريوس مش هيهجموا الا بعد اول اشارة، بعد ما العدو يدفع بفرسان. خطة حكيمة يا مولاي. ودلوقتي تقدروا تروحوا ترتاحوا يا ابطال. عن اذنك يا مولاي. اتفضل. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتاح. عند اقتراب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش فلا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. المجد لك يا رب.
وأرسلني الرب يسوع المسيح لأساعدك وأقودك للنصر. فخذ هذا السيف وحارب به البربر، وعندما تغلب تذكر الرب إلهك. كده مش حلو سيد القائد. الجنود عمالين يهتفوا لمرقريوس وده معناه كبير قوي. انا اللي رفعته على رأي المثل اللي بيقول تزرعه يقلعك. لا مش هيقدر يقلعك ابدا. اديك شايف وسامع بودانك الهتاف لمرقريوس مش للامبراطور، ومش بعيد يتولى هو قيادة الجيش واتركني انا عايزك تطمن سيد القائد، مش هيحصل على جثتي. ايه اللي يخليك متأكد كده؟ لأن القائد المنتصر مرقريوس مسيح يا سيد القائد. انت بتتكلم جد؟ أنا واثق من كلامي وأتحمل نتيجته. أشكرك يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح على عظيم إحساناتك. يا سيدي اجعل روحك القدوس يجدد طبيعتي وينزع عني الغرور وروح المجد الباطل ويثمر فيا بالمحبة. أشكرك يا مخلصي على إرسالك لي سيف الغلبة. أنا في حياتي ما شفتش راجل واحد يهزم جيش بالكامل. أنا كنت وسط الميدان بشاهد المعركة وكأني شايف شبيه الآلهة هو اللي بيحارب. كان سيفه عبارة عن نور بيلف يحصد الأعداء حصد. معقول؟ أقول لك أنا شجاعة زي دي عمري في حياتي ما شفت لها مثيل. لذلك قررت أنا الإمبراطور ديسيوس أن يرقى مرقريوس قائدا للجيوش الرومانية. ماركوس كبر خلاص. أنا عايز شباب جديد، دم جديد، شباب شجعان. شايفاك متحيز قوي لمرقريوس. ما تنسيش إن هو سبب النصر. ابعتوا هاتولي القائد مرقريوس. القائد مرقريوس. ما تتسرعش كده. والآن أيها السادة أقدم لكم الأمير مرقريوس، وقد أعلناه قائدا للجيوش. القادة أنا لازم أبلغ مرقس باللي حصل بالتفصيل الممل. كنت أتمنى أن أكون في المعركة بنفسي.
يا مولاي كلنا كنا بنشعر بتأييدك أثناء المعركة. انت صحيح بطل وبتعرف ازاي ترتب كلماتك. اشكرك. من دلوقتي يا مرقريوس هتحضر جنودك عشان هنخرج كلنا نقدم القرابين والبخور للآلهة العظيمة. فين مرقريوس؟ ما جاش. ليه؟ تعبان ولا حاجة؟ يا سيدي الامبراطور. اسمح لي سيدي الامبراطور. اقول له ولا تقول له؟ قول له. ما تقول له انت. قول له انت. اقول له. ايه في ايه؟ ايها الامبراطور العظيم، يؤسفني ابلغك ان الراجل اللي انت اخترته وخليته من الامراء وخليته كمان يبقى قائد جيوش الامبراطورية العظيمة مرضاش يجي علشان ما يبخرش للآلهة. انت بتتكلم عن مين؟ عن مرقريوس ايها الامبراطور العظيم. مستحيل اصدق. لازم حصل حاجة، او يمكن بينك وبينه ضغينة عشان كده عايز توقع بينا. يا سيدي الامبراطور لازم تتحقق بنفسك، لان قائدك مسيحي ومش هيقدر يجي يبخر للآلهة لانه خاين. هاتولي الامير مرقريوس. الامير مرقريوس. مولاي الامبراطور ارسلت في طلب. ايوه يا امير مرقريوس، قرب. يؤمرني مولاي. صحيح يا مرقريوس هتنفذ اوامري؟ مولاي انا جندي من جنودك. عارف، انا برضو كنت واثق من كده. في حاجة يا مولاي؟ اسمع يا مرقريوس، ايه رأيك في اللي يقابل الحب والإخلاص بالجحود؟ سيدي الامبراطور الحب يقابله حب. تمام. ولما انت عارف كده ليه بتحرجني قدام كبار رجال الدولة وانا اللي رقيتك ومنحتك اكبر الرتب في البلد؟ ما حصلش شيء مني يسيء لعظمة الامبراطور. لا، عصيت اوامري وما خرجتش تبخر للآلهة اللي رفقتك في الحرب ونصرتنا. يا سيدي الامبراطور لك كرامتك. انا ما بنكرش انك انت اكرمتني واعطتني قيادة الجيوش، ولكن اعلم ايها الامبراطور اني لم انتصر على البربر الا بقوة صليب ربي والهي يسوع المسيح. وادي القلادة اللي شرفت بيها عنقي اخلعها عن اقتناع، لان مجدا من العالم لا اريد. عريانا خرجت من بطن امي، عريانا اعود. وانا بعلن امام كرسيك الامبراطور العظيم انا مسيحي وبفخر ان انا مسيحي. خسارة، خسارة يا مرقريوس، وانا اللي كنت بعدك تاخد مكاني في يوم من الايام. يا سيدي الامبراطور باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. تعجبني شجاعتك ايها القائد، لكن انا اتهيالي انك ممكن تغير موقفك شوية، فهسيبك ترتاح وتفكر حبة. ما تتعبش نفسك، مفيش اي حاجة في الدنيا هتبعدني او هتفصلني عن محبة المسيح. انت مش عاوز تتعبني وانا مش هتعب نفسي، وما دام انت بقى مصمم على عنادك خلاص. حرس، خدوا راجل الكرامة والشهامة وارموه جوه السجن عشان يدوم مرارة الذل والهوان. يلا يا مرقريوس. القائد ماركوس بالبيت، خليه يدخل.
بقالنا مدة ما شفناكش يا ماركوس. ايه هيلين منعاك عنا ولا ابتديت تحبها؟ ديانا يا حبيبتي يا مولاتي، لا هيلين ولا كل نساء العالم يشغلوني عنك. كلام وبس، امال ايه اللي خلاك تبعد عن المدة دي؟ يا مولاتي يا حبيبتي، أنا ما يبعدنيش عنك إلا الموت. ماركوس، نسيت أيامنا الجميلة؟ مش هنسى يا مولاتي، مش هنسى أيامنا الجميلة، ومش هنسى كمان إن الإمبراطور بتاعك سرقك مني. الإمبراطور في وادي وأنا في وادي تاني. كنت فاكرة إني لما رفعت القائد للجيش إنك هتكون جنبي، لكن يظهر إن جوازك من هيلين نساك الدنيا بحالها. أبدا، هيلين يا مولاتي مجرد زوجة، لكن أنت الحبيبة. ماركوس، صلوا معي يا أبنائي لأجل فلوباتير مرقليوس ليرفع الله عنه هذه الكأس. يا إخواتي، أنا هيلين أختكم في المسيح، زوجة القائد ماركوس. لي نفوذ في قصر الوالي وأقدر أساعد فلوباتير. لا يا ابنتي، نحن علينا فقط أن نرفع الصلاة، مش عايزينك تعرضي نفسك للخطر. يا أبتي أنا أقصد يكفينا إنك بتبلغينا أخباره وعمل الله معاه. إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت، فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت في أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون. ليخزى الذين يصنعون الاسم باطل. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك، واهدني إلى عدلك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي. افرح أيها الحبيب فلوباتير، ولا تخشى من عذابات هذا الطاغية، وثق بالرب يسوع المسيح الذي جاهرت به، لأنه قوي وسيخلصك من جميع شدائدك. أنا مش مصدق، وبصراحة أنا حزين على مرقليوس. مش هو ده البطل اللي قعدت تمدح فيه؟ هو من حيث البطولة بطل، وهو سبب النصر. أما حكاية مسيحي دي فمش داخلة لي دماغ. اسمح لي يا سيدي الإمبراطور، لونا سمعته أكتر من مرة بيردد إنه مسيحي. وسمعته فين بنت أختك؟ تعالي هنا. إيه اللي سمعتيه وسمعتيه فين؟ يوم حفل الانتصار الأول يا مولاي، عرفني به القائد ماركوس، لأنه كان واقف زي الغريب. يعني حبيت أزيل عنه غربته وأشعره بالألفة، لكنه رفض إنه يتكلم معايا، ولما سألته ليه قال لي عشان أنا مسيحي. كده؟ يعني حتى قبل ما يسافر معايا وبعد ما سمع المنشور اللي أنا نشرته. ابعتوا هاتولي السجين مرقليوس، فكوا قيوده. لسه برضه مصمم على موقفك يا مرقليوس؟ يا سيدي الإمبراطور، أنا لا أنكر إكرامك الجزيل علي، لكن أي محاولة تحاول تفصلني بين مسيحي وإلهي مش هتجيب معايا أي نتيجة، لأني مسيحي ولا أخاف العذاب ولا أخاف الموت في سبيل ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. طب روح يا مرقليوس، ارفع الكور علشان خاطري إكراما للآلهة. وعلى فكرة أنا بوعدك إنك هتكون تاني واحد في المملكة، وهجوزك بنت من بنات أخت الإمبراطور. آلهتك أصنام فضة وذهب، عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع. مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. اخلص! يعني تقصد إن إحنا أصنام؟ أنا هسامحك في دي كمان، وعشان تعرف إن أنا بحبك مش عايز أجبرك تسجد للآلهة. كل اللي أنا برجوه يا مرقليوس إنك تنسى حكاية مسيحك دي خالص. العذاب على اسم يسوع المسيح شرف ليه. مرقليوس،
اخر مرة بديلك فرصة للرجوع. انا لا اخاف تهديدك، لاني سانتصر عليك بقوة الاله، وسافضح ابليس ابيك الذي مصدر لكل الشرور. خذوه يجلد كرابيك حتى الموت. عاوز اتمتع بمنظر بطل الحرب مرقوريوس. مرقوريوس لسه ما عقلتش يا مرقوريوس؟ ربي وإلهي يسوع المسيح، أسرع إلى معونته. عذبوه، ولعوا النار تحت رجليه، واي واحد من الحرس هيبلغني انه مات هلاقيه. فاهمين؟ لازم يجي واحد يقول لي مرقوريوس مات. السلام لك أيها المجاهد المثابر الغالي، تقوى، فإن الرب يعضدك ويقويك لكي تغلب هذا الملك وتفضحه هو وأوثانه. لا تخف من عذابك، لأنك بعد زمان قليل ستنعم بملكوت السماوات في أورشليم السمائية مدينة الأطهار. يا ترى مش عارفين مرقوريوس حصل له ايه؟ تلاقيه مات وشبع موت. سيدي الامبراطور، حصلت حاجه غريبه امبارح بعد ما سبت الساحه انت وضيوفك. ايه اللي حصل؟ اتكلم. الامير مرقوريوس ماله؟ مات خلاص؟ ابدا، شوفي تماما. ازاي؟ ظهر نور شديد، بصينا لقينا المسجون كانه ما حصلوش اي حاجه. انت مجنون! انا عايزك تيجي تقول له انه مات. ده ساحر يا مولاي. اكيد ساحر. طبعا هتقول المسيح هو اللي شفاك. نعم، ربي وإلهي يسوع المسيح هو اللي شفاني. المسيح هو اللي شفاك ولا سحرك يا مرقوريوس؟ عموما هنشوف لما لحمك يتشوي بأسياخ الحديد ويجلدوك ويعلقوك على شجرة بالمقلوب. افعل ما تريد أيها الإمبراطور، ليك سلطان على جسدي فقط، أما روحي ونفسي فهي ملك ربي. روحي ونفسي هم ملك ربي. شوية كمان وهيموت. بقاله على كده قد ايه؟ بقاله حوالي 10 ساعات. مش ممكن في انسان يتحمل كده. ما تنسيش يا مولاتي انه لسه شاب وجسمه قوي. خسارة نضيع وقتنا معاه. فعلا. إلى اللقاء فلوباتير مرقوريوس. ايه مالك؟ مش عارف إذا كنت غلطان في مسألة مرقوريوس دي ولا لا. يا مولاي انت عمرك ما اتخذت قرار غلط، ثم انت اديت له كل الفرص. أيوة، بس ده قائد الجيش بتاعي اللي حقق لي النصر، وأنا أكافئه بإن أقبض عليه وأرميه بنفسي في السجن وأعذبه العذاب ده كله. يا مولاي هو اللي كافئ نفسه برفضه لأوامرك للتبخير لآلهتنا واحتقاره ليها. عندك حق، عندك حق، بس أنا برضو أنا هريحك. إيه؟ عندك اقتراح؟ عندي. قوليهولي بسرعة. لونا. لونا؟ لونا مفيش غيرها. ولونا دخلها إيه بالموضوع؟
مش بيقولوا يا مولاي فتش عن المرأة؟ فتش عن المرأة؟ وضحي، أنا مش فاهم حاجة. هتشوف يا مولاي، ابعتها له ومش هتندم. اتحرك، في ضيوف عايزين. اتحرك. انت مين؟ أنا لونا يا مرقليوس. لونا، مش فاكرني؟ لونا مين؟ لونا اللي حافظت على سرك وما رضيتش توشي بيك عند الإمبراطور رغم إنك تجاهلت حبها. وأنت يا مرقليوس اللي وشيت بنفسك. لونا. افتكرت. ليه عملت في نفسك كده؟ عملت ايه؟ يعني أنا أقصد إن أنت ممكن كنت تبقى الرجل التاني في المملكة، وبعد موت الإمبراطور كنت هتجلس على روما العظيم، وأنا كمان أنا كنت هجلس جنبك. ساعتها كنت هتعلن إيمانك ومحدش يقدر يمنعك. من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. مين ده؟ فلوباتير قائد جيوش الإمبراطورية. ومين أبوه اللي في السماء؟ أنا على استعداد إني أتوسط لك عند الإمبراطور، وأنا عارف إنه بيحبك، بس لازم تبخل للآلهة. يا أختي، آلهتك أنت والإمبراطور حجارة صماء، لا بتسمع ولا بتتكلم، لكن إلهي إله حي. وهو فين إلهك ده؟ وما أنقذكش ليه من العذاب اللي أنت فيه؟ ما دمت بتقول إنه حي. مبارك يا مرقليوس حبيب الرب، من أجل إيمانك وتمسكك بالرب الذي أرسلني إليك لأمسح جروحك. قوم معافي باسم المسيح. شفت بنفسي. أيوة شفت بنفسي وتأكدت يا مرقليوس إن إلهك هو الإله الحي. أرجوك يا مرقليوس كلمني عن إلهك. يا أختي، ربي وإلهي يسوع المسيح أراد أن يضمك لقطيعه، سمح لك إنك تشوفي قوته وبهاء مجده. اذهبي الآن إلى أسقف مدينتنا لتنالي العماد على اسم يسوع المسيح، واعلني إيمانك، ولا تخافي من الذين يقتلون الجسد. أنا مسيحية يا مرقليوس. أيوة أنا مسيحية. أنا مسيحية. سرحان في ايه يا مولاي؟ ادي امر للجنود يبعتوا يجيبوا لي حارس السجن. اوامرك يا مولاي. الأميرة لونا جاتني وادتني أمركم المختوم بالختم الإمبراطوري، فنزلتها للسجين، وفجأة حصلت زلزلة وشفنا نور عظيم. الرسالة وقعت من إيدي ولقيت الأميرة عمالة تصرخ وتقول أنا مسيحية، أنا مسيحية، أنا مسيحية. وإيه كمان يا أدريانوس؟ وبصيت على السجين لقيته واقف على رجليه وشوفي تمام. الظاهر انهم سحروك انت كمان. لا يا مولاي، ده مش سحر. انا شفت النور، شفت النور الحقيقي اللي عشت طول عمري اتمنى اشوفه، النور اللي نور قلبي وعقلي. انا مسيحي يا مولاي، وإله المسيحيين هو الإله اللي هعبده، يسوع المسيح
هو الاله الحق. انا المرة دي هحرقه بايدي وهحرقك انت كمان. خلاص يا مولاي، المرة دي مش هيفلت من ايدي. اشعلوا النيران. النار جاهزة يا مولاي. هاتها. المرة دي هولع على فيك بنفسي يا ماركوليوس. اللي حرقته بايدك سليم ومعاف تماما. انت ظابط مجنون. ابعت فتوى ما اشوف اخرتها معاه. امرك يا مولاي. في ايه؟ ماركوليوس مات وريحنا؟ مات ايه انت اخرى؟ ده صحي وبقى معافى وسليم. مش معقول، معافى سليم؟ تعال لما نشوف ايه حكايتك. احنا ايه مش هنخلص؟ احسن شيء يا مولاي انك تؤمر بقطع راسه. ماركوليوس انا بحبك، والاخر مرة هطلب منك التبخير للآلهة. بلعون انت والهتك. ماركوليوس انت بتسبني انا والآلهة؟ يبقى خلاص يا ماركوليوس، لحظتك دي ميعادها. بأمر من الامبراطور يؤخذ ماركوليوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض التبخير لآلهتنا واعتنق دين النصري، يؤخذ إلى قيصرية الكبدك وتقطع رأسه بحد السيف. الامبراطور كاسيوس يؤخذ ماركوليوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض التبخير لآلهتنا واعتنق دين النصري، يؤخذ إلى قيصرية الكبدك وتقطع رأسه بحد السيف. الامبراطور كاسيوس. أرجوك امهلني لحظة. إليك يا رب رفعت صلاتي، اغفر لي خطاياي الكثيرة وتقبل روحي. يا حبيبي وتمم مهمتك. وسيدي الوثني اللي بشتغل عنده هعمل فيه ايه؟ سترى. قم ولا تتوانى. وهكذا فعل كاسيوس كما أمره القديس وأخرج الجسد. انت بتعمل ايه؟ امال فين كاسيوس؟ كاسيوس بيحفر طول الليل جنب السور. يحفر ايه؟ مين عمل الحفر؟ لازم يتحفر. ايه اللي انت بتعمله ده يا حفار القبور؟ وايه اللي انت مطلعه ده؟ سيدي ده جسد الشهيد فيلوباتير. فلوباتير؟ مين فلوباتير ده؟ ده شهيد الرب يا سيدي. اي رب؟ انت يظهر عليك اتجننت. اي ايدي والدي ارحمني ايها الشهيد، ارحمني، مش عارف احرك ايدي، ارحمني. والدي أشكرك أيها القديس وأشكر إلهك. طباك أيها القديس الشهيد العظيم فلوباتير، أمنت إن دينك على حق. أرجوك ارحم أمي ورجع لها نظرها.
السلام لك يا فيرينيا. مين؟ 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 انت مين؟ أنا فيلوباتير ماركوريوس أبو سفين، شهيد ربنا يسوع المسيح. أرسلني الرب لك من أجل إيمان ابنتك وزوجك وطلبهم شفاء، وها أنت قد شفيت. فاذهبي الآن أنت وعائلتك إلى أسقف المدينة لنوال نعمة المعمودية على اسم ربنا يسوع المسيح، وابلغي زوجك أن يبني لي بيعة على اسمي ويضع جسدي فيها.